بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. الحصة الماضية انتهينا من دراسة الرياضيات البحتة. النهاردة عايزين نراجع على اللي احنا خدناه كله خلال هذا الشهر. ايه الأجزاء المهمة اللي انت تركز عليها في امتحان التقويمي لشهر إبريل؟ الأول تعالى نجمع كده القواعد والقوانين في الوحدات الثلاثة اللي احنا خدناهم. احنا خدنا وحدة بتتكلم على طرق العد المختلفة، وخدنا وحدة بتتكلم على التفاضل والتكامل، وخدنا وحدة بتتكلم على حساب المثلثات. نشوف الوحدة الأولى. الوحدة الأولى كانت بتتكلم على طرق العد، واحنا عندنا حاجة اسمها الأول مبدأ العد الأساسي. إيه هو مبدأ العد؟ مبدأ العد بيقول لي لو أنا عندي عملية كبيرة يبقى عدد طرق العملية الكبرى يساوي حاصل ضرب عدد عناصر عملياتها الصغرى. يعني واحنا بنشرح قلنا مثلا لو انا عندي عمليه لترتيب طلبه في فصل، انا عندي 10 مقاعد وعندي 10 طلاب مثلا، بكم طريقه يمكن ترتيبهم؟ ادي العمليه الكبيره. محمد قدامه 10، عادل بعد كده لما محمد قعد يبقى عادل قدامه 9، خالد قدامه 8، سالم قدامه 7، يبقى نضرب بقى 10 في 9 في 8 في 7 لحد آخر واحد. خدنا من ضمن طرق العد مضروب العدد. مضروب العدد له رمز، يعني لما أقول مضروب ألف ده معناه إيه؟ أو مضروب نون، خلينا زي الكتاب ونقول مضروب نون. مضروب نون يساوي ايه؟ يساوي نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2 إلى 2 في 1، يعني آخر المضروب هو 1. وعرفنا إن رمز المضروب في الآلة الحاسبة اللي هو n فيكتوريال. n فيكتوريال ده بالآلة الحاسبة ده بيجي منين؟ بيجي بإن أنا أضرب الأول العدد، يعني أنا عايز مثلا n 5 أو 6، وبعدين بضرب شيفت، المفتاح شيفت دهوت هيديني فوق x ماينس 1 هنلاقي علامة التعجب دي x فيكتوريال. منها هحسب مضروب العدد. مضروب العدد تنظيم نون من العناصر نون من المرات، يعني عدد التراتيب هنا يساوي عدد الايه؟ المجموعة. يعني مثلا بكم طريقة يمكن كتابة عدد مكون من 3 أرقام من المجموعة اللي فيها 5 و6 و7. يبقى هنا عدد العناصر يساوي عدد عناصر المجموعة، وده عدد التراتيب يساوي عدد عناصر المجموعة. لو قل يبقى تباديل. التباديل كان لها رمز نون لام راء، وهو يساوي نون، ممكن أنا أفكه بقانونين، نون في نون ناقص 1 إلى آخره نون ناقص راء زائد 1. هنا ما بيبقاش آخر 1. أو أفكه بالقانون نون لام راء بيساوي مضروب اللي فوق على مضروب الفرق نون ناقص راء. التباديل تهتم، ما تنساش دي، بالترتيب. يعني لو المسألة لفظية وفيها جملة أو لفظ يدل على الترتيب بستخدم التباديل. طيب فيهاش ترتيب، ما فيهاش ترتيب بستخدم التوفيق. ورمز التوفيق نون قاف راء، وده يتفك بقانون مضروب نون على مضروب راء مضروب في مضروب نون ناقص راء، أو نون لام راء على مضروب راء اللي هو مضروب اللي تحت.
هنا لا نهتم بالترتيب. وهنا في ملاحظات مهمة، لما يبقى نون لام نون يساوي ايه؟ نون لام واحد يساوي نون لام صفر يساوي. لو نسيت الخواص دي بتلجأ للقانون، مفيش مشكلة. دي بتبقى مضروب نون، لما يبقى العدد اللي فوق نفس العدد اللي تحت يطلع مضروب نون. نون لام واحد دي بتساوي نون من غير مضروب. نون لام صفر دي بتساوي واحد. كذلك في التوفيق عندي نون قاف نون بتساوي كام؟ عندي نون قاف واحد نون قاف صفر تساوي. دي ملاحظات سريعة برضو، لو نسيتها تفكها بالقانون. لو نسيت التوفيق نون قاف نون بتساوي كام؟ إذا تساوي العدد اللي فوق مع العدد اللي تحت يبقى الناتج هنا هيساوي واحد. نون قاف واحد نون قاف واحد لو نسيته برضو هنا بفكه بالقانون، هقول له مضروب نون على مضروب نون ناقص واحد على مضروب واحد، ده مضروب واحد خلاص. يبقى هنا يبقى مضروب نون ناقص واحد، يبقى يطلع الناتج بيساوي نون. نون قاف صفر يطلع برضو بيساوي واحد زي نون قاف نون بالظبط. وفي قانون مهم جدا، نون قاف راء هي نفسها نون قاف نون ناقص راء، وده أنا بستخدمه في حل المعادلات. بقول له يبقى نون ناقص راء تساوي، يعني نون بطرح اللي فوق من اللي تحت واساويه بالايه؟ بالراء. يبقى نون ناقص راء بتساوي نون ناقص راء. التباديل في الآلة الحاسبة اللي هي NBR، التوافيق في الآلة الحاسبة اللي هي NCR. دي بتجيبها منين؟ انت بتضرب نون وبعدين بتضرب علامة الشيفت وبعدين بتضرب على علامة الضرب اللي هي فوقيها هتلاقي ال NBR في الآلة الحاسبة، وبعدين تضرب الراء، يعني تضرب الخمسة مثلا وهنا التلاتة. لاحظ ان في التباديل اللي فوق يساوي اللي تحت ممكن، ولكن اللي فوق دايما اكبر من نون، اكبر من او تساوي الراء. كذلك هنا النون اكبر من او تساوي الراء، لا يمكن ان تقل عليها. النون عدد موجب والراء عدد موجب، ولا يمكن ان تكون اعداد سالبه. ادي القوانين كلها اللي كانت موجوده في الايه؟ الوحده الاولى. نروح للوحده الثانيه ونشوف برضو القوانين اللي كانت موجوده فيها في التفاضل والتكامل. الاول عندنا التعريف الاساسي. التعريف الاساسي للمشتقه اللي هو تعريف لايبنز، اللي هو بيقول لي ايه؟ انا د شرطه س، ده احد رموز المشتقه، بيساوي نهايه دالة س زائد هاء ناقص دالة س على هاء إذا كانت هاء تؤول إلى الصفر. إذا وجدت هذه النهاية فالمشتقة تكون موجودة. المشتقة د شرطة س، ما ننساش إن هي عبارة عن ميل المماس ده هندسيا، معدل التغير، معدل تغير الدالة اللي هي برضو السرعة اللحظية، كل دي تمثل المشتقة. عندنا برضو التعريف البديل، ممكن يجي لك فيه سؤال موضوعي. د شرطة س بيساوي نهاية دالة س ناقص دالة س واحد على س ناقص س واحد لما س تؤول إلى س واحد. ده برضو التعريف ده ممكن أستخدمه إذا هو إداني نقطة في مسار منحنى هذه الدالة. القواعد اللي احنا خدنا صاد وصاد شرطة. صاد ألف مشتقتها بتساوي صفر، س مشتقتها بتساوي واحد، ألف س مشتقتها بتساوي ألف، حيث الألف ده عدد حقيقي يعني ينتمي إلى الحاء. س أس نون مشتقتها نون، أنزل الأس وأطرح من الأس واحد، قاعدة القوة. برضو خدنا ألف س أس نون، لو فيه عدد قدامه يبقى بضرب الألف في النون وأطرح من الأس واحد. خدنا جذر س بواحد على 2 جذر س. الجذر التكعيبي حولناه لس أس تلت، س أس تلت أنزل الأس وأطرح من الأس واحد يبقى سالب تلتين. عموما خدنا الكسر
لو عندي س أس ب على ن، فأنا بنزل الأس وأطرح من الأس واحد كأنه عدد زي ن بالظبط، بيتعامل الكسر يتعامل معاملة النون. خدنا حاصل ضرب دالتين قاف في هاء، بشتق وأسيب زائد أسيب القاف واشتق الهاء. خدنا قاعدة القسمة قاف على هاء، فمشتقتها بتساوي بربع المقام، المقام أطلعه واشتق البسط ناقص البسط واشتق المقام. يعني بشتق واحد واسيب الواحد، القسمة طرح والضرب جمع. خدنا قاعدة التسلسل د س الكل أس ن، بنزل الأس واطرح من الأس واحد، أكتب الدالة كما هي واطرح واحد واشتق، أرد أشتق ما بداخل القوس. خدنا القواعد المثلثية المختلفة وقلنا إن إحنا عندنا الجا هاء والجتا هاء والظا هاء، وعندنا جا مشتقتها جتا، والجتا مشتقتها سالب جا، والظا مشتقتها تبقى بتساوي ق تربيع، والزتا هاء مشتقتها يبقى بتساوي قتا تربيع ح، وتبقى دي بالسالب. دايما اللي يبقى فيها تاء قلنا بتبقى سالب. دي معظم القواعد. ارجع كده للقواعد الدوال المثلثيه، انا ملخص لك بتاعت دايره الوحده، ملخصهم لك بتاعت الجا والجتا، وملخص لك الظا على مثلث. هنا كانت ظا ودي عيله موجبه، وقلنا كده دي ظاتا وعيله سالبه. ارجع كده للفيديو اللي فيه القواعد المختلفه. دي معظم القواعد اللي خدناها في التفاضل والتكامل اللي هتساعدنا في مراجعه هذه الوحده. لو شفنا في حساب المثلثات، حساب المثلثات ده قواعده كتير جدا، تعال نلخصها في السبوره ديت. زاويه الارتفاع، احنا قلنا زاويه الارتفاع انا واقف على الارض وفي حاجه مرتفعه ايا كانت، جبل، برج، مأذنه، فنار، اي حاجه. لو انا واقف هنا يبقى الشعاع الرصد لاعلى، انا باصص اهوت، يبقى ده رصد لاعلى، يبقى ده اهي زاويه الارتفاع اللي هي محصوره ما بين الافقي وعين الراصد وشعاع الرصد الاعلى، يبقى دي اسمها زاويه الارتفاع. اما زاويه الانخفاض انا واقف فوق شيء مرتفع، يعني انا واقف على جبل، على تل، على فنار، على برج مراقبه، على اي كان، وببص لتحت، يبقى المحصور ما بين الافقي وعين الراصد وشعاع الرصد الاسفل، دي بيسميها زاويه الانخفاض. سيتا دهيت زاويه الانخفاض. بعد كده وصلنا لدوال مجموعه وفرق زاويتين، واحنا لخصناهم، هم 6 قوانين لخصناهم على 3. قلنا ان احنا عندنا ج زاويتين ألف زائد أو ناقص باء، ده قانونين مش قانون واحد، بس أنا عامل صورة كومباكت مضغوطة عشان تقدر تستوعب وتحفظ القوانين كلها بتاعت حساب المثلثات. الجيم بيساوي دوال مختلفة، يعني جا جتا، يعني خليط من الجا والجتا. الزائد زائد والناقص ناقص، ما بتفرقش هنا. جا جتا، هنا جتا ألف جا باء. لو هي جتا قلنا جتا ألف زائد باء، دي مدارس حكومي، يعني البنات لوحدهم والصبيان لوحدهم، يعني يعني هنا جتا ألف جتا باء، الزائد بتبقى ناقص والناقص تبقى زائد، جا ألف جا باء، جا جتا جتا جا جا. الظا ألف هي مستنتجة منهم، زائد باء زائد أو ناقص بتساوي، دي كسر. ظا ألف لو زائد هتبقى البسط زائد، لو ناقص هيبقى البسط ناقص. طيب على واحد، لو دي زائد فوق يبقى ناقص، لو ناقص تحت يبقى زائد. واحد على حاصل ضرب ظا ألف في ظا باء. ادي قانون الظل بتاع المجموع والفرق.
لما حطينا ألف تساوي باء حصلنا على دوال ضعف الزاوية. وقلنا أنا عندي جا 2 ألف تساوي 2 جا ألف جتا ألف. طيب عندي جتا 2 ألف، دي قصة لها 3 قوانين لأنه هو استخدم دايرة الوحدة وعوض. دي بتساوي جتا تربيع ألف ناقص جا تربيع ألف، ولاحظ ناقص، معادلة دايرة الوحدة فيها زائد، إنما هنا ناقص. يا إما تساوي 2 جتا تربيع ألف ناقص 1، يا إما تساوي 1 ناقص 2 جا تربيع ألف. ظا 2 ألف بتساوي، هو نفس القانون بس ألف وباء بيساووا بعض، فلما أقول ظا 2 ألف يبقى 2 ظا ألف على 1 ناقص ظا تربيع ألف. نص الزاوية اللي هي جا ألف على 2 وجتا ألف على 2 وظا ألف على 2 بتساوي إيه؟ الجيم يبقى موجب أو سالب على حسب وقوع ألف في أي ربع، بتساوي 1 ناقص جتا ألف على 2. وهنا زائد أو موجب برضه نفس القصة، بس 1 زائد جتا ألف على 2. يعني أنا عشان ما بنساهاش، الجا دالة فردية فبتطلع إشارة، الجاتا دالة زوجية فما بتطلعش إشارة. يعني احفظ جملة كده عشان ما تنساهاش. الظا موجب أو سالب الجذر التربيعي جا على جاتا، يعني 1 ناقص جاتا ألف على 1 زائد جاتا ألف. في النهاية خدنا قاعدة هيرون. قاعدة هيرون بتجيب لك مساحة المثلث، وبتقول إن مساحة المثلث بتساوي الجذر التربيعي. لو أنت عارف أطوال الأضلاع كلها هات نص المحيط اللي هو ح ناقص طول الضلع ألف شرطة، ح ناقص الضلع الثاني، ح ناقص الضلع الثالث، حيث ح دهيت اللي هي نصف المحيط. ما ننساش ح اللي هي نص المحيط. آدي معظم قواعد حساب المثلثات أو قواعد الوحدة الثالثة اللي احنا خدناها. تعال كده بقى نشوف ايه المسائل اللي احنا نقدر نحلها باستخدام هذه القواعد كلها. مثلا في اختيار من متعدد عندنا هنا في مسائل بيقول لي هنا هوت انا عاوز اختار رقم 5. بيقول أراد رجل شراء سيارة من بين الموديلات، في 3 موديلات قدامه، ألف وباء وجيم، هنا فيه 3 موديلات. حلو خالص. طيب بيختار ما بين الألوان، أبيض أحمر فضي أسود، عنده 4. بكم طريقة يمكن اختياره؟ ده مبدأ العد. يبقى 4 اضرب في 4 ضرب 3 يساوي 12، ويبقى الاختيار بتاعك هو بقى. كم عدد يمكن تكوينه من 3 أرقام مختلفة؟ خلي بالك هنا في شرط ان الأرقام تكون مختلفة. يعني اللي تحطه في خانة الأحاد ما تحطوش في خانة العشرات، ما تحطوش في خانة المئات. انت قدامك في الأحاد 4 إمكانيات انك تختار منهم. طيب العشرات خلاص انت خدت رقم للأحاد، ولتكن خدت الواحد، يبقى قدامك ال3 وال6 وال7. يبقى في العشرات قدامك 3 طرق مختلفة. ولنكن مثلا خدنا ال1 وال3 في الأحاد والعشرات، يبقى قدامي عددين 6 وال7، يبقى المئات ب2. اضرب ده كله في بعضه حسب مبدأ العد، 3 و4 12، 12 في 2 ب24، يبقى الناتج ب24، يبقى الاختيار بتاعك ج. طيب في رقم 7 بيقول لي ايه؟ مجموعة س، هو كاتبها هنا بطريقة الصفة المميزة، س بحيث س تنتمي إلى الأعداد الطبيعية من 1 إلى 5. يبقى أنت عندك 5 أعداد، 1 و2 و3 و4 و5، 1 و2 و3 و4 و5. ده لو احنا كتبناها بطريقة السرد. تمام. 1 و2 و3 دول 5 أرقام، عايز يعمل فيهم ايه بقى؟ عايز يكون مجموعة صاد أزواج مرتبة ألف وباء، بحيث الألف والباء أنت جايبهم بالمجموعة دي، وألف ما يساويش باء، يعني المسقط الأول ما يساويش المسقط الثاني. كم عدد عناصر المجموعة؟ طيب
الواحد قدامه 2 و3 و4 و5. يعني الواحد ممكن يتكتب معاه 4 أعداد، 1 و2 1 و3 1 و4. لو غلبت اعمل الشجرة اهي، 1 2 3 4 5. الواحد معاه يا 2 يا 3 يا 4 يا 5، والاتنين نفس القصة، بس مش هتكتب الاتنين معاها، هيبقى 1 و3 و4 و5. طيب يعني هنا في كام زوج؟ 1 2 3 4، 4 أزواج، وهنا هيبقى فيها 4 أزواج، وهنا هيبقى فيه 4 أزواج، وهنا هيبقى فيه 4 أزواج، وهنا هيبقى فيه 4 أزواج. طيب الأربع أزواج دولت والأربعة، 4 أزواج هنا وأربع أزواج هنا وأربع أزواج هنا، اجمعهم. أدي إيه؟ 4، 1 2 3 4، يبقى 1 2 3 4 5، يبقى 4 في 5، 4 في 5 ب20. يبقى هنا اختياري هيبقى ال20. 12 قاف 4 زائد 12 قاف 3 بالآلة الحاسبة. أنت ممكن تحسب دي بالآلة الحاسبة بسهولة جدا. يعني هتقول لي ازاي بالآلة الحاسبة؟ اهو نشوف، ادي آلة حاسبة اهي. ادي قلنا 12 شيفت علامة القسمة اللي هي تديك التوافيق 4، يبقى 12 شيفت 4 زائد بعد كده 12 شيفت علامة القسمة 3 تساوي 715. 715 يبقى الاختيار بتاعك هنا رقم ألف. لو رحنا لرقم 9 بيقول لي نون لام راء بتساوي 336 ونون قاف راء بتساوي 56، فإن نون وراء يمكن أن تساوي. طبعا أنت قدامك الاختيارات ماشي بدون تعقيد. ديت سؤال بالآلة الحاسبة، حط النون بره ب3 وبره ب2، هتطلع 336؟ ما أعتقدش. طب حط النون ب8 والراء بإيه؟ ب3. تعال نجرب. هنقول له 8 شيفت لام اللي هي الضرب، شيفت تطلع لي حرف البي يعني تباديل. الراء هحط ال3 تساوي كام؟ طلعت بالفعل بالصدفة 336. 336 يبقى الاختيار بتاعي هو بقى مش محتاجة يعني ديت آلة حاسبة. شخص له 8 أصدقاء، ما هو عدد طرق دعوة صديق أو أكثر منهم للعشاء؟ يبقى هنا ديت توفيق. ايه اللي عرفني يا استاذ ان انا اقول قاف مش لام؟ لانه ما حددش الاصدقاء، هو دعوه اي صديق فيهم. هيدعي محمد، هيدعي عادل، هيدعي خالد، هيدعي مازن، هيدعي معتز، هيدعي لؤي، هيدعي عبد الفضيل، هيدعي اي حد. طيب 8 قاف هيدعي واحد بس، هو بيقول له او اكثر، يعني ممكن يدعي 2، ممكن يدعي 3، ممكن يدعي 4، 8 قاف 4، ممكن يدعي 5، ممكن يدعي 6، ممكن يدعي 7، 8 قاف 7، ممكن يدعي 8 قاف 8، لأنه هم يدعيهم كلهم. لأنه لو قال له كلمة أو أكثر، أو يعني تعني إيه؟ إن هو ممكن يدعي 1 أو 2 أو 3، أو لو قال لك كلمة إيه؟ على الأقل، هي نفس المعنى. قال له طيب اجمع دولت هيطلعوا كام؟ انا لما جمعتهم طلعوا معايا 256. اجمعهم انت بالآلة الحاسبة هيطلعوا لك 256. السؤال رقم 11 بيقول لي هنا هوت نون قاف 10. نون قاف 10 نون قاف 10 بتساوي نون قاف 14. فإن نون 25 قاف نون يساوي كام؟ هو عايز نون يعني بالمعنى الأصح. بيقول لك التوفيقة دي بتساوي التوفيقة دي. طب ما احنا عندنا ايه فكرة؟ ده ناقص ده يساوي ده. يعني أقول له إيه؟ نون ناقص 10 تساوي 14. ده القانون. القانون بيقول لك إيه؟ نون قاف راء يساوي نون ناقص راء. يبقى ده ناقص ده يساوي ده. أو نون ناقص 14 بتساوي 10.
كلاهما هيؤدي إلى الحل. ودي العشرة هناك هتبقى ن بتساوي 14 زائد 10، يعني هتساوي 24. فما هي قيمة بقى 25 قاف 24؟ هي 25 قاف 1 اللي هي هتطلع ب25. كل اللي قدامي دول بالآلة الحاسبة، كل اللي قدامي 12 دول بالآلة الحاسبة، إلا إذا قال لك بدون استخدام الآلة الحاسبة. طيب لو احنا ما استخدمناش الآلة الحاسبة، تعال كده نشوف ما استخدمناش الآلة الحاسبة وايه نحلهم ازاي بالقانون. بسيط. أنا عندي 5 قاف 5، 5 قاف 5 هتساوي مضروب 5 على مضروب الراء 5 على مضروب الفرق اللي هو 0، 5 ناقص 5، يطلع الناتج بيساوي 1. ادي 1000. د 50 قاف 49، 50 قاف 49 تساوي ايه؟ مضروب 50 على مضروب 49 مضروب الفرق اللي هو 1، يعني الناتج هيطلع في الآخر 50 تطلع بره وتبقى 49 تروح مع ال 49 مضروب، يبقى هنا يطلع الناتج ب50. رقم باء مضروب 6 يساوي ايه؟ قال لي 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 مضروب ال6، يبقى بيساوي 30 مضروبة في ادي 6 24، يعني 30 في 24 لو معكش آلة حاسبة يعني. ادي 0 ادي 12 7 يبقى 720. رقم ها بيقول لي انا عندي مضروب 13 على مضروب 14. حاضر. فك ال 14 اللي تحت لحد مضروب 13، يبقى 14 مضروب 13. اختصر ده مع ده يطلع الناتج 1 على 14. 23 لاب 1، 3 رقم ج دي 23 لاب 1 بيساوي، يا تقول له مضروب 23 على مضروب الفرق اللي هو مضروب 23 ناقص 1 يبقى 22، يوم يطلع الناتج بيساوي 23، لانك هتقول ايه؟ مضروب 22 هيروح مع مضروب 22، ده هيروح بعد يطلع 23. 4 لاب 4 عايزها بالقانون، مضروب 4 مضروب الفرق اللي هو مضروب 0، 4 ناقص 4، يبقى الناتج يطلع مضروب 4. مضروب 4 ده بكام بقى قيمته؟ يعني 4 في 3 في 2 في 1، يعني 2 في 3 ب6، 4 في 6 ب24. ادي المسائل في السبورة الأولى. نشوف مسائل أخرى من المسائل بتاعة المراجعة. مسألة بيقول لي فيها أنا عاوز أحل المعادلة دي. بسيطة. حل المعادلة. أوكي. حل. وعايز برضو يحل المعادلة التانية دي. حاضر. مفيش أسهل من كده. مضروب ن ناقص 5 يساوي 1. طيب مضروب ن ناقص 5، الواحد ده أنا ممكن أخليه مضروب 0. الواحد مضروب 0 يساوي 1. مضروب الصفر يساوي 1. طيب أو ممكن أخليه مضروب 1. يبقى إحنا عندنا الطرف الأيمن مضروب ن ناقص 5 وهنا 1. الواحد ده أنا ممكن أخليه مضروب 0. ما هو مضروب 0 بيساوي الواحد. إذا تساوى مضروبين فإن اللي جوه هيساوي اللي جوه، يعني ن ناقص 5 هتساوي إيه؟ 0. اللي منها ن هتطلع بتساوي 5. ادي حل المعادله الاولى. نروح لحل المعادله الثانيه. حل المعادله الثانيه بيقول لي انا عندي دلوقتي ن ق 3 بتساوي 84. طب ما تيجي نفك ن ق 3 بتساوي 84. تعالوا نفك الايه؟ النون ق 3 دي معناها مضروب ن مضروب 3 مضروب ن ناقص 3
تساوي ال 84. تساوي 84. هنفك نون لحد نون ناقص 3، يعني هتبقى نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2 في مضروب نون ناقص 3 على مضروب التلاتة ده، يعني 3 في 2 في 1 6 يعني، على مضروب نون ناقص 3. احنا قلنا واحنا بنحل مسائل الوحدة دي، لما بتلاقي علامة المضروب في المعادلة اختفت خلاص تأكد انك ايه هتقدر تحل المسألة. يبقى انا شلت نون ناقص 3 مع نون ناقص 3. تعال نضرب طرفين في وسطين، يعني هنضرب 3 في 2 ب 6 في 84. يبقى هنا هو نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2 هتساوي 84 ضرب 6. اضربها بالآلة أو بدماغك. 4 في 6 ب 24 ومعانا 2، 6 في 8 ب 48 و2 يبقى 50. 504. في اتجاهين هنا في حل المسألة، يا إما أضرب وأخليها معادلة من الدرجة الثالثة، يا إما أحلل ال 504 دهيت إلى عناصرها الأولية بحيث أحصل على 3 أعداد متتالية حاصل ضربهم ب 504. طب يا أستاذ يعني هنعمل إيه؟ ما هو أنا مش عارف هقسم على كام. اقسم على 2 من الأول، يبقى 2 10 5 2 على 2 فيها 1 فيها 2 12 فيها 6 على 2 فيها 6 فيها 3 كده ما تنفعش على 2 على 3 فيها 2 فيها 1 هيبان لك دلوقتي على 3 فيها 7 على 7 فيها الواحد. عفوا. طيب بين الأعداد ده اهي اقعد شكل 3 أعداد. أنا شايف كده إيه، دول 8 ودول 9 ودول 7، يعني معناها إن دول بيساوي 9 في 8 في 7. الكلام ده بيساوي نون في نون ناقص 1 في نون ناقص 2. دول 3 أعداد متتالية ودول 3 أعداد متتالية، يبقى أول واحد يساوي أول واحد وتاني واحد يساوي تاني واحد وهكذا. يبقى نون ب9، ويبقى كده جبنا الحل المعادلة. المعادلة الثالثة بيقول لي أنا عندي 12 قاف راء تساوي 12 قاف 2 راء زائد 3. طيب عايز أحل المعادلة، لسه قايلينها دلوقتي في الاختيار. ده ناقص ده يساوي ده، أو ده ناقص ده يساوي ده. يعني هقول له إيه، 12 ناقص راء يساوي 2 راء زائد 3 بس. يعني ده ناقص ده يساوي ده. ده قانون. طيب يلا عايزين نحل. هات الراء مكان التلاتة ودي التلاتة مكان الراء، يبقى 12 ناقص 3 بتساوي 2 راء زائد راء. يعني معناها ان 3 راء هتساوي 12 ناقص 3 يبقى 9، بعدها ان راء هتساوي 9 تقسيم 3، بعدها ان راء هتساوي 3. ادي مسائل ما زالت على مبدأ العد او طرق العد المختلفة. تعال نشوف مسائل اخرى وردت هنا. لسه برضه بيقول لي عدد طرق تكوين عدد اولي. ما هي عدد طرق تكوين عدد اولي مكون من 3 ارقام مختلفة؟ هنا قال كلمة مختلفة. حلو. المختلفة وعايز عدد اولي. عدد اولي يعني ايه؟ يعني عدد لا يقبل القسمة الا على نفسه والواحد، اللي هو اول عدد فيهم اللي هو الاثنين. 2 3 5 7 11 13 وانت ماشي كده، اعداد ما بتنتهيش. هو عايز يكونها من مجموعة الارقام دي. هل ممكن ولا مش ممكن؟ طيب وانا بحل قلت طيب تعال نجمع الارقام دي. يعني انا قلت له 3 زائد 4 زائد 5 طلعوا 9، 3 و9 12. ال 12 بتقبل القسمة على 3، فمش هعرف اكون اي عدد اولي من الاعداد دي. لان حتى لو انا خليت الاحاد 3 ودي 5 في النهايه مجموعهم 12 هيقبل القسمة على 3،
وبدأ العدد اللي هكونه يقبل القسمة على أي عدد غير واحد ونفسه، يبقى مش عدد أولي، يبقى لا يمكن، يبقى صفر. طيب التانية بيقول لي ما هي عدد طرق تكوين العدد فلان اللي هو 5476 من الأعداد دي 4 و5 و6 و7. هو حدد لي عدد واحد، يبقى هو واحد بس، مفيش غير كده. التالتة بيقول لي ما هو عدد طرق تكوين عدد مكون من 3 أرقام من بين 5 أرقام غير الصفر. هو عايز يكون طرق تكوين عدد مكون من 3 أرقام، لا قال مختلفة ولا قال حاجة. أنت عندك 3 أرقام، يعني عندك أحاد عشرات مئات، أحاد عشرات مئات، دايما كده ترسم الرسمة دي. وعندك 5 أرقام، هو ما حددلكش الأرقام، قال لك 5 أرقام وغير الصفر، يعني الصفر مش ممكن عشان ما تحطلوش في المئات. يبقى في الأحاد 5 وفي العشرات 5 وفي المئات 5، اضرب دول في بعض يديك ال 125. هو مش ضاربهم أهو، كاتبهم لك ورا بعض. إذا استخدمت حروف كلمة سلم، السلم ده كام حرف؟ س ولام وم، 3 حروف، يبقى دولة 3 حروف. طب تمام. في كتابة كلمة من 3 حروف مختلفة، فإن عدد الكلمات الناتجة بيساوي كام؟ هو هنا قال مختلفة، يبقى نعدي الحرف الأول الثاني الثالث، يعني حرف أول حرف ثاني حرف ثالث. قدامك 3 س ولام وميم. في الحرف الثاني المختلفة يبقى قدامكش غير 2، الحرف الثالث ما قدامكش غير 1، 3 في 2 ب6 اهي، ادي ال6. نشوف الأسئلة اللي وردت بعدي. رقم 5 بيقول لي دلوقتي في رقم 5 ديت أنا عندي 9 لام 6 آلة حاسبة، هو بس ما ضربهاش. 9 لام 6، 9 لام 6 لو أنا هفكها بالقانون هتبقى 9 في اطرح 1 اطرح 1 اطرح 1، لازم دول يبقوا 6. اطرح 1 اطرح 1، عد دولت 1 2 3 4 5 6، عدد التراتيب 6 اهي. 9 في 8 في 7 في 6 في 5، هي اللي بقى الاختيار بتاعك بقى. طيب نشوف برضو ايه اللي ورد في المسائل الاخرى. انتقلنا كده الى التفاضل. في التفاضل ما هي مشتقة د س د على د س لجتا تربيع س جا تربيع س؟ هنا بيستخدم الذكاء معاك وبيقول لك القصة دي بكام؟ بواحد، يعني كأنك هتشتق واحد. اوعى تشتق جتا تربيع وجا تربيع، هي مشتقة الاتنين دول بيساووا كام؟ 1، مجموعهم دالة الوحدة أو دايرة الوحدة. فما هي مشتقة الواحد؟ يطلع 0. في ذكاء هنا في السؤال. سؤال اللي حطه او بيختاره من الكتاب الاجنبي، بيختاروا اختيار صواب. اذا كانت د س بتساوي كده، على فكره في الاله الحاسبه اشتقاق. بص كده في الاله الحاسبه هتلاقي عندك اشتقاق فيها موجود، يعني انت عندك هنا اهو مفتاح فوق بالظبط في بعض الآلات بيبقى فوق علامة التكامل كده، د على د اكس. هو هنا عندي في الآلة ديت فوق علامة التكامل كده، التكامل اللي هو المحدد. فأنت ممكن تدخل دي كلها في الآلة الحاسبة وتحط س بسالب 4 يطلع لك الناتج. طب يا أستاذ أنا معيش آلة حاسبة وعايز أشتق. الناس اللي حافظة مشتقة الجذر ب1 على 2 جذر س تربيع زائد 9. مشتقة الجذر ب1 على 2 الجذر، وعشان هو فيه دالة تحت فهشتق ما بداخل الجذر 2 س. س تربيع مشتقتها 2 س، والتسعة ب0. الاتنين دي ممكن تطير مع الاتنين دي، اختصرناها. حط بقى س بسالب 4 دي سالب 4 يبقى 16. 16 زائد 9 25. الجذر التربيع ال 25 ب5.
هتحط هنا س بسالب 4 يبقى يطلع ناتج سالب 4 على 5. فين سالب 4 على 5 اهي. ما هو تكامل س تربيع ناقص 3؟ يعني حاجة بسيطة، ضيف على الأس 1 واقسم على الأس الجديد ناقص 3 س زائد ثابت التكامل، ما تنساش اللي أنت بتحطه بعد ما إيه كملت الدالة. فين بقى دي؟ هتلاقي تلت س تكعيب ناقص 3 س زائد ثابت. طيب ما هي نهاية ج س ناقص ج س على س ناقص أ لما س تؤول إلى أ؟ ده التعريف البديل للمشتقة. تعريف البديل للمشتقة، مشتقة ج تبقى إيه؟ جتا أ. ما هو بين المباس لمنحنى الدالة؟ بين المباس اللي هي المشتقة. طيب اشتق ب س ناقص 3 أس 5 يبقى ص شرطة هتساوي، هتنزل الأس وتطرح من الأس 1 وتكتب الدالة زي ما هي وتشتق ما بداخل القوس يعني التين. هو عايز عند س بتساوي 2 يعني كل س شيلها وحط 2 يعني هنا 2. 2 ناقص 2 في 2 ب 4، 4 ناقص 3 1 أس أي حاجة بواحد يعني معناها هتبقى 5 في 2 يطلع ناتج ب 10. اختيارك 10. شوف غيرها من المسائل. عندي رقم 6 ورقم 7. رقم 6 ورقم 7 بيتكلموا على الآتي. 6 بيقول لي أنا عايز مشتقة الدالة السالبة دي 2 ناقص 3 س أس سالب 2. بسيطة، هنزل سالب 2 هطرح 1 يبقى سالب 3. خلي بالك أنت هنا بتطرح فبتقول ناقص 2 ناقص 1 يبقى سالب 3 وتكتب اللي جوه القوس نفس ما هو وترد تشتق اللي جوه القوس. الاتنين بصفر، سالب 2 س يبقى سالب 2. حلو، اضربهم في بعض يبقى هيساوي ايه؟ 4 في 2 ناقص 2 س أس سالب 3. في حاجة كده؟ آسف دي 3 فدي هتبقى سالب 3 يبقى هتبقى هنا سالب في سالب هتبقى دي 6. سالب في سالب بموجب يبقى 6. فين 6؟ 2 ناقص 2 س الاختيار هيبقى ج. طيب تكامل مشتقة. طب ما هو ده هيروح مع ده يبقى يديله ده س زائد ثابت بس. تكامل مشتقة. ما هو انت دلوقتي ايه؟ اللي جوه التكامل دايما ديت مشتقات. فانت لما تكامل مشتقة المشتقة يديك الدالة بس. طيب نشوف برضو مسائل أخرى من المسائل اللي وردت على هذا الجزء. عندي في رقم 11 بختار لك أنا بعض من المسائل العامة والمسائل اللي فيها امتحانات تراكمية. صاد كذا وعين كذا اوجد درس قاعدة التسلسل. مباشرة طبق قاعدة التسلسل في رقم 11. انت عندك صاد هتقول له ايه؟ انا عندي د صاد على د عين تساوي، لان متغير الصاد اسمه عين. هتنزل الأس وتطرح 1 وتكتب اللي جوه القوس نفس ما هو وترد تشتق العين. العين ب1 خلاص يبقى هنا في 1 ملوش لازمه طبعا. وبعدين هشتق العين بالنسبه لس لان المتغير بتاع عين اسمه س. س تربيع مشتقتها 2 س زائد 3 يبقى 0. انا عاوز بقى د صاد على د س. اضرب يبقى د صاد على د عين مضروب في د عين على د س. يعني الكلام ده هيساوي 5 في عين ناقص 1 أس 4 في 2 س. فاضل لك بس شيل عين وحط رمزها بالسين هتبقى س تربيع زائد 3. وهنا في ناقص 1 يبقى 5 في س تربيع زائد 2 لأن طرحت من التلاتة 1 أس 4 في 2 س. ممكن أنا أضرب 2 س في 5 يبقى 10 س في القوس اللي هو س تربيع زائد 2 أس 4. طيب في رقم 12 بيقول فيها ايه 12؟ اوجد النقط الواقعة على منحنى الدالة دهون والتي عندها المباس يوازي المستقيم. يعني ميل المباس هيساوي ميل المستقيم في الحالة دي. طيب تعال نجيب ميل المباس. ميل المباس اللي هو صاد شرط يساوي ايه؟ نزلنا الأس وطرحنا 1 واشتقنا اللي جوه القوس ب1 وطرحنا 1 يعني دي أس 1 خلاص.
ادي ميل المماس. طيب ميل المستقيم بيساوي ايه؟ بيساوي سالب معامل س على معامل ص، ما تنساش من معادلات الخط المستقيم اللي خدتها في سنه اولى ثانوي. سالب معامل س يعني سالب 2 على معامل ص اللي هو 1. يعني ص شرط، هو بيقول لي ولا تعدها يوازي بما ان المماس يوازي المستقيم، يبقى ميل المماس لازما يساوي ميل المستقيم. كلام جميل. يعني 2 في س ناقص 3 مفروض بتساوي سالب 2. اختصر 2 بعديه يبقى س ناقص 3 هتساوي سالب 1. ودي هناك يبقى س هتساوي سالب 1 زائد 3، يبقى منها س هتطلع بتساوي 2. كلام جميل. طب عايز الصاد، لان هو بيقول لك نقط. ما هي النقط؟ اهو السؤال هنا، ما هي النقط؟ نقط يعني احداث س واحداث ص. عوض عن ص في ص اللي هي الداله نفسها عن س ب2، يبقى 2 ناقص 3 تربيع ناقص 1 بتساوي. دي هتطلع لك 1 تربيعها 1، يطلع لك سالب 1 تربيعه 1. 1 ناقص 1 يعني 0. يبقى اذا النقط او النقطه هي س ب2 وص ب0. عندها يكون المماس يوازي المستقيم اللي هو بيديك معادلته. طيب في رقم 13 بيقول لي إذا كان ميل المماس لمنحنى الدالة دي يساوي سالب 1 عند النقطة، أوجد قيمة كل من ألف وباء. حلو. مجهولين، تعال نشتق ونجيب له ميل المماس. ميل المماس اللي هو المشتقة. س تربيع مشتقتها 2 س، ألف س مشتقته ألف، والسين بواحد والب بصفر. طيب تعال نعوض بقى. هو بيقول لي ايه؟ ان ده سالب 1 ده ميل المماس اهو يساوي سالب 1. عند النقطة اشيل س واحط 2، يبقى 2 في 2 زائد ألف، يبقى سالب 1 تساوي 4 زائد ألف. مجهول 1 اقدر احله. ودي الأربعة هناك، يبقى ألف هتساوي سالب 1 ناقص 4، يبقى ألف هتطلع بسالب 5. ادي قيمة الألف. فاضل لنا باء. قلت له ماشي، هعوض في المنحنى نفسه. ما هي النقطة موجودة على المماس وموجودة على المنحنى، يبقى بتحقق معادلة المماس وبتحقق معادلة الايه؟ المنحنى. يبقى انا اقول له دلوقتي الصاد بسالب 2 للتعويض في المعادلة صاد، يبقى هنا هتبقى سالب 2 بتساوي السين ب2 يبقى 2 تربيع زائد ألف اللي انت جبتها اللي هي سالب 5 مضروبة في السين اللي هي بتساوي 2 زائد الباقي اللي هي مجهول 1 في المعادلة لازم تتحل. هنا دي سالب 10 ودي موجب 4، يبقى هنا سالب 6 زائد باء، يبقى باء هتساوي سالب 2 زائد ال6، يبقى باء هتطلع بتساوي 4. ويبقى كده جبت قيمة الألف وقيمة الباء المجهولان في الميل المماس. طيب نشوف برضو ايه اللي ورد من مسائل عندنا في الجزء ده. على التكامل في هنا 4 مسائل بختارهم لك. بيقول فيهم ايه؟ بيقول فيهم تكامل دالة كثيرة حدود، تكاملها مفيش اسهل من كده. تعالى نقسم له السبوره كده عشان ايه؟ ما يختلطش الحابل بالنابل ونقدر ايه؟ نكفي. هنا رقم 19 تكامل عادي خالص. 19 بيقول لي انا عاوز هنا هو التكامل دي، يبقى في 19 تكامل س تربيع هيبقى تلت س تكعيب ناقص تكامل 3 س يبقى 3 على 2 س تربيع ناقص 1 تكامله بس زائد ثابت ما تنساش حيث انه تكامل غير محدد. ادي رقم 19. رقم 21 بيقول لي تكامل دي هنا بقى مشتقة ما بداخل القوس لازم تبقى موجود، لازم الصورة الاشتقاقية تبقى كاملة، لأن أنا كنت بشتق ما بداخل القوس يبقى لازم المشتقة جوه التكامل. طيب يا أستاذ يعني معناها إيه؟ لو أنا فرضت هاء بتساوي 4 ناقص 3 س يبقى المشتقة بتاعتها بتساوي إيه؟ هاء شرطة تبقى سالب 3 بالنسبة لس. يعني أنت عايز هنا سالب 3 حاضر، يبقى أنا هضرب بره في تلت بالسالب وجوه في سالب 3. بس كده كملت انا الصوره الاشتقاقيه للداله. اقدر اكملها يبقى بتساوي ادي سالب تلت في اس 8 على 8 زائد ثابت التكامل، واكتب الداله نفس ما هي جوه القوس.
ممكن تبسطها شوية، تضرب التلاتة في 8 ب24، يعني تبقى -1 على 24، 3 في 8 في 4 ناقص 3 س الكل أس 8 زائد ثابت التكامل. الجذور، وما أدراك ما الجذور؟ الجذور في رقم 20 هنا هو تخلي كل جذر قبل ما تحل المسألة بالصورة الأسية. يعني أنت عندك نص اللي هو الاتنين اللي تحت س أس نص، شلت الجذر التربيعي وحليته في الصورة الأسية. طب يا أستاذ زائد هنا برضو فيه 2 بس الجذر تحت طلعه فوق بأس سالب نص، ده لس. يلا كامل، ادي النص س اس، هتضيف 1 وانا قلت لك اجمع الاتنين مع التلاته يديك 3 على 2 تقسيم 3 على 2 زائد 2 س ضيف 1 يبقى 2 موجب زائد سالب 1 يبقى يديك نص على نص زائد ثابت الايه؟ التكامل. هتبسطها شويه، لو طلعت دي هتبقى 2 على 3 ويبقى هنا هتساوي، هتختصر هتبقى تلت س اس 3 على 2. هتطلع دي هتبقى 2 في 2 ب4 س أس نص زائد ثابت التكامل. طيب لو شفنا دي هنفك القوس، جا س زائد جاتا س الكل تربيع. في رقم 22 فك لي القوس، هتبقى تكامل جا تربيع س زائد مربع الأول مربع الأخير زائد الأول في التاني في التاني، خلي الحد الأوسط للآخر، جا جاتا س ده س. هنا بقى هتستعين بصديق. مين الصديق؟ قال لي حساب المثلثات، دي بتساوي 1، حلو ممتاز. ودي بتساوي ايه؟ بتساوي 2 جا جاتا لسه قايلينها، بتساوي جا 2 س ضعف الزاويه ده س. تكامل الواحد سهل، تكامل الواحد بالنسبه لس يبقى س. تكامل جا 2 س تكامل الجا، بس مفروض هنا هوت هيبقى جاتا 2 س، المفروض يبقى فيه هنا 2، فانت هتقسم على 2 زائد ثابت التكامل. بس ادي المسألة اللي هي رقم 22. نشوف مسائل أخرى. بيقول لي أنا عندي هنا هوت في الأجزاء الأخرى من المسائل دال على دال س لظا باي على 4. طب هي ظا باي على 4 دي بواحد، ظل الزاوية 45 بتساوي 1 معروف. طب تعمل إيه؟ يبقى هنا كأنك بتشتق عدد ثابت، دال على دال س للواحد، يطلع الناتج بيساوي 0. نستخدم ذكائه هنا في السؤال وتخلي بالك. في ناس تقول لك قا تربيع، لا 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 لا، ده ثابت، ظا ثابت، خلي بالك من الزاوية. انما لو هي س متغيره لا تشتق. طيب ميل المماس لمنحنى الداله ص بتساوي جا في جتا يساوي ميل المماس يعني المشتقه، مشتقة جا في جتا، يعني انت مفروض حاصل ضرب، اشتق اسيب يعني ديت الاولى هشتقها واسيب الثانيه، يعني هتبقى ص شرطه تساوي هشتق الجا تبقى جتا، وهنا في جتا القانون زائد هشتق اسيب الجا واشتق الجاتا تبقى سالب جا س. كويس، يعني تبقى جاتا تربيع س، ودي موجب في سالب بسالب ناقص جا تربيع س. اهو هو بديها لك هنا مباشره، جاتا تربيع س في جا تربيع. طب ما هو ممكن يشكلها يقول لك بتساوي 2 جاتا تربيع س ناقص 1، يصعب لك الاختيار. او ممكن يديك الاختيار الصح 1 ناقص 2 جا تربيع، على اساس ان القانون ده له 3 صور. طيب بيقول لي الداله ص بتساوي مطلق س ناقص 2، عند س بتساوي 2، يعني عند الراس بتاعتها. الداله طبعا داله المطلق لو انت جيت رسمتها 1 ادي 2 الراس 2، هي مزاحه 2 دي جهه اليمين كده اهي، ادي رسمه المطلق. هي داله زي ما انت شفت متصله، رسمتها دون انقطاع. يبقى غير متصله ديت استبعدتها، غير متصله دي استبعدتها. يبقى عندك اختيار الف يا باء، متصله وقبل الاشتقاق ولا متصله وغير قبل الاشتقاق. اي داله مطلق عند راسها هي غير قابله للاشتقاق، اي داله مطلق عند راسها غير قابله للاشتقاق. ليه؟ لان في الرياضيات بيسموا دهوت ركن، لها ركن، والركن عند الاركان الداله ملهاش معدل تغير.
ليه؟ تعال كده اقولها لك يعني افهمها لك بشيء بدائي. انت لو عندك هنا عربيه نازله على المنحدر ده، تعال كده نلجأ تاني للفيزياء. اه، في عربيه نازله على المنحدر ده وجت هنا اهي. خلينا كده نرسم، ادي سياره اهي ماشيه توقف لحد هنا. الراجل وقف هنا في مزنق، لو ايه بالذي عمره ما هينتقل لهنا. يعني معناها هنا هو مفيش معدل تغير، يعني معناها السرعه اللحظيه مفيش هنا، يعني معناها ان مفيش اشتقاق هنا، يبقى معناها ان هي غير قابله للاشتقاق. طيب نروح لرقم 6. 6 فيها تكامل. 6 فيها تكامل. نشوف في 6 بيقول فيه ايه. 4 في س ناقص 3 لكل تكعيب د س. بسيطة. هو دلوقتي أنا مفروض بس يبقى في مشتقة ما بداخل، مشتقة ما بداخل واحد. خلاص، يبقى أنا هكامل عادي بإضافة إيه؟ واحد على الأس. يبقى 4 س ناقص 3 أس 4 على 4 زائد ثابت. الأربعة مع الأربعة يبقى تبقى س ناقص 3 أس 4 زائد ثابت. أهي اختيار ج. طيب في اختيارات أخرى بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة فيما يلي. طيب اختار ايه؟ اختار جا جتا جتا جا ألف 3 س وباء 2 س. ده مفكوك لجي، بدل فيها تشكيل كده يبقى جا ألف والزائد أدي زائد أهي، يبقى 3 س زائد 2 س. 3 س زائد 2 س يعني جا 5 س. فين جا 5 س؟ أهي. في المثلث أ باء ج، إذا كان أ شرطة 5 صد فإن باء شرطة يساوي إيه؟ طبعا هو هنا استخدم قانون الجيب. طبعا ديت إيه اسمها؟ يعني إيه؟ أسئلة تراكمية. أنت جايبها لك من إيه؟ من سنة ممكن تالتة إعدادي خدت قانون الجيب، وفي أولى ثانوي خدت قانون الجيب. هو المفروض يبقى إيه؟ أ شرطة على جا أ يساوي باء شرطة على جا ج يساوي ج شرطة، بس هو مفيش على جا باء اسف، يساوي ج شرطة على جا ج، بس هو مفيش هنا ايه ج شرطة خالص. هي العلاقة ما بين أ شرطة وباء شرطة. يبقى 5 على جا أ تساوي باء شرطة على جا باء. هو عايز مين؟ عايز باء شرطة، يبقى باء شرطة يساوي ده في ده اضرب طرفين في وسطين، يبقى 5 جا باء على جا أ. ادي اخرتها 5 باء على جا أ اهو. يبقى الاختيار بيحاول يفكرك بقانون الجيب دايما وقانون جيب التمام. يعني انا لو شفت السؤال اللي بعده هتلاقي قانون جيب التمام جاتا ألف. طيب هنا فيه ايه في قانون جيب التمام؟ انا عندي النسبة ما بين أ شرطة وباء شرطة وجيم شرطة، فإن جاتا ألف تساوي تمام. هو الجاتا ألف بتساوي ايه؟ ارسم كده مثلث، افتكر قاعدة الجيب. ادي أ باء ج. أ شرطة مقابل الباء يبقى باء شرطة مقابل الجيم جيم شرطة. هو عاوز جاتا أ. جاتا أ تساوي مجموع مربع الضلعين المحيطين للزاوية. عندي باء شرطة تربيع اللي هو 2 س، نسبته 2 فانا هقول له 2 س تربيع، وهنا برضو 4 س تربيع. أ شرطة 3 يبقى 3 س تربيع على 2 في ج شرطة 2 س باء شرطة 2 س. طيب دولت 1 ودي 5 يبقى 5 س تربيع. تحت في 2 في 2 8 س تربيع، شيل س تربيع بس س تربيع يطلع 5 على كام؟ على 8. دولت 8 يبقى 5 ودولت 2 في 2 4 2 في 4 8 س تربيع يبقى 5 على 8. طيب احنا ما عندناش 5 على 8.
نراجع كده تاني. 2 س تربيع دي 3 فتربيعها 9. آسف 9. يبقى 8 يبقى دي -1. يعني دي -1 على 8. آسف. يبقى بمراجعتها يطلع الناتج -1 على 8. قياس أكبر زاوية المقابلة لأكبر ضلع. أكبر ضلع اللي هو ج شرطة. يبقى أكبر زاوية المقابلة لج شرطة يبقى هو هيجيب جتا ج. هات جتا ج بتساوي قانون ج بالتمام برضه. جتا ج بيساوي ده تربيع 15 تربيع زائد 25 تربيع ناقص 35 تربيع على 2 ضرب ألف شرطة في باء شرطة اللي هو 15 في 25. روح للآلة الحاسبة وقول له شيفت كوزين وحط الرقم ده كله، هيطلع لك الناتج بيساوي 120. يعني أنا حسبتها قبل كده فاختصارا للوقت عشان نشوف مسائل غيرها يطلع كده. طيب نروح لمسائل أخرى من مسائل حساب المثلثات نشوف فيه إيه لدينا من المراجعة. طيب بيقول لي هنا هوت في مسألة من مسائل حساب المثلثات من قمة تل يعني في رقم 2 في تل. ادي تل اهو. وجد راصد ان قياس زاويتي انخفاض قمة برج يعني افهم من الكلام ده ان البرج اقل من التل. ما دام فيه انخفاض لقمة البرج يعني معنى كده ان افهم ان البرج ارتفاعه اقل من التل. يعني التل كده ايه؟ تل اعلى من الايه؟ من البرج اللي هو قدامه ده. ده تل وده برج. طيب وبعدين قاس زاويتي انخفاض قمة البرج وقاعدته. يعني الراجل واقف هنا قاس زاوية انخفاض القمة وزاوية انخفاض القاعدة. لقى زاوية انخفاض القاعدة كام؟ قاعدته التانية اللي هي دي، اللي هي طالعة 26 وكسور. 26 وكسور. خلينا ايه؟ نخليها هنا 26 42 دقيقة. ماشي. وزاوية انخفاض القمة اللي هي 15 و18 دقيقة. كلام جميل. فإذا كان ارتفاع البرج، يعني هو اداك ارتفاع البرج 20 متر، حلو كويس، فما هو ارتفاع التل؟ يبقى هو عايز ارتفاع التل ده. طبعا برج عمودي، تل عمودي، كل ده متعامد. تعال نسمي الحروف عشان نقدر نتحرك بسهولة. ادي ألف، ادي باء، ادي جيم، ادي دال. انت عشان القصة انت عايز الارتفاع لازم لك الزاوية دي. طب دي سهلة اجيبها بالتبادل. يعني هقول له ايه؟ اول بداية الحل قياس الزاوية ألف جيم باء بيساوي 26 لأنه بيساوي قياس الزاوية اللي فوق، يساوي 26 و42 دقيقة بالتبادل. ادي السبب اهو. يبقى احنا جبنا دي 26 42. حلو. بس ما اقدرش احل برضه، لازم لي معلومة كمان. المعلومة دايما هجيب يا اما باء جيم ودي صعب ما اقدرش اجيبه، يا اما الف جيم.
يبقى أنا هجيب له كده أ ج منين؟ يبقى من مثلث أ ج د. هستخدم قاعدة الجيب فيه، بس قاعدة الجيب بتقول إيه؟ هو أنت عندك زوايا فيه؟ أنا عندي طول ضلع بس برج 20. قال أنا ممكن أحسب الزاوية دي بالطرح، يعني قياس الزاوية د أ ج هيساوي، كل ده تحضير زوايا، تحضير عشان استخدم 26 درجة و42 دقيقة، هتطرح بينها ال 15 وال 18 اللي هي زاويتي الانخفاض، واحدة بتاعت القاعدة وواحدة بتاعت القمة. يوم يديك الزاوية دي، انت عندك دي كلها 26 وعندك ديت ب 15، اطرحهم من بعض وشوف الكسور بتاعتك هتطرح ازاي. يبقى هنا 4 1 بالتلاتة 2، يبقى هنا 24 دقيقة. 15 ناقص يبقى هنا 1 11 درجة. ادي زاوية د أ ج، جبنا د أ ج طلعت ب 11 وكسور، ب 11 درجة و24 دقيقة. حلو، جبنا الزاوية دي. ضلع ده على طول ده، على جيب الزاوية دي. طيب الضلع اللي انا عاوزه المفروض اجيب له الزاوية دي. طب اجيب الزاوية دي منين؟ انت عندك دي 90 لان البرج عمودي، يبقى نقول له ان قياس الزاوية د أ ج هيساوي، انت بتجيب دي عشان تجيب دي من مجموع زوايا المثلث. د أ ج هيساوي ايه؟ 90 ناقص 26 وكام قلنا؟ 42 دقيقة. مش عارف تطرح؟ اطرح بالآلة. يعني هو المفروض انا باخد واحد من ال90 وبقول له 60 ناقص 42، 60 اللي هو 60 دقيقة يعني. هتطلع معاك في الآلة ادي 8 18 وانت بقيت 89، هتطرح منها 26 هيديك 63 درجة و18 دقيقة اللي هي دي. طب انت عاوز دي، يبقى قياس الزاوية أ د ج، كل ده 4 زوايا جبتهم، هيساوي 180 مجموع زوايا المثلث ناقص مجموع الزاويتين الأخرتين، واحدة اللي هي طلعت 63 و18 والتانية اللي هي طالعة لك 11 و24. ننهي القصة ونستخدم الآلة أهو. هقول له دلوقتي أنا عندي 180 درجة، بس اتأكد إنك عندي جري تمام. يبقى 180 درجة ناقص قوس 6 3، أضرب الفواصل عشان أحط الدقائق 18 والآخر أحط فاصل، زائد 11 حط فواصلك، حط 2 4 حط الفواصل، اقفل القوس قول له يساوي، هيطلع لك بالعشري، حط الايه الفاصل، يوم يديك 105 و18 دقيقة. يبقى الزاوية دي ب 105 درجة و18 اللي هي ديت طلعت. استخدم بقى قاعدة الجيب، قول له أ ج اللي انت عاوزه على جيب الزاوية أ د ج اللي انت جبتها ب 105 و18 تساوي طول البرج اللي هو ارتفاع البرج 20 على جيب الزاوية المقابلة اللي هي جاء 11 و24 دقيقة. حلو، انت عاوز أ ج، قول له طيب ماشي، أ ج هيساوي ده في ده، يبقى 20 جاء 105 18 دقيقة على جاء 11 24 دقيقة. كلام جميل. يساوي كام؟ تعال نطلعها كده بالآلة الحاسبة ونشوف. ادي الكسر، قول له ادي 20 ساين 105 فاصل 18 فاصل، اقفل القوس، انزل تحت وقول له على ساين 11 درجة فاصل 24 دقيقة فاصل، اقفل القوس لازم، قول له يساوي. طلع طول أ ج بيساوي 97 ونص تقريبا، 97 و6 من 10 مقرب لرقم وعشري واحد. ده مين أ ج؟ طب ده انا لسه عاوز الارتفاع، هقول له سهلة بقى، مقابل على وتر، يعني عين على الوتر اللي هو أ ج اللي طلع لي 97 و6 من 10 بيساوي جيب الزاوية 26 درجة 42 دقيقة.
يبقى عين بيساوي 97 و6 جاء 26 و42 دقيقة. احسبها هيطلع لك ارتفاع التل 7.6 وبعدين هنا هو ساين 26.42 فاصل ايه في القوس بتساوي، هيطلع 43 و8 متر. ادي ارتفاع التل. اللي شاطر في حساب الزوايا في المرحلة الإعدادية، انت شايف ادي 1 2 3 4 زوايا كلهم من على الرسم. اللي شاطر كل اللي انا طبقته بالمرحلة الثانوية قاعدة الجيب ونسبة الجيب وطلعت المسألة. تعال كده نشوف رقم 3 بتتكلم على ايه. في رقم 3 بيقول لي دلوقتي انا عاوز ارسم الاول من قمة برج ارتفاعه 10 متر، قاس رجل زاويتي ارتفاع وانخفاض اعلى نقطة في مأذنة. يعني البرج افهم من كده ارتفاعه، ادي برج اهو، الراجل قاس زاوية ارتفاع وانخفاض، يعني الجسم اللي قدامه مرتفع، يبقى المئذنة بتاعتي اعلى من البرج ده. الراجل واقف هنا فقاس زاوية الارتفاع، حلو، لقاها كام؟ لقاها زي ما لقاها هو، لقاها زاوية ارتفاع اهي، فوجدها 14 لان الاول ارتفاع، يبقى لقاها دي ب 14 و28 دقيقة، حلو. وراح قاس زاوية انخفاض يعني نزل لتحت كده اهو، ولقاها 42 درجة، كويس، مش مديها لي بالايه بالكسور، حلو. فإذا كان ارتفاع البرج والمأذنة مقامين على مستوى أفقي واحد، يعني هو يقصد إن ده كله مستوى أفقي واحد، تمام، فاحسب لأقرب متر ارتفاع المأذنة. يبقى هو عايز ارتفاع المأذنة ده، والبرج هو ارتفاعه 10 متر، كويس. مش عجباني الرسمة، تعال نرسمها رسمة واضحة، ماشي. هي الموضوع عامل كده، الموضوع خلي الرسم الكروكي قدامك برضو. ادي البرج، ادي الارض الافقية، وادي المئذنة المرتفعة اهي، كل سنة وانتم طيبين اهي، ربنا يبلغنا ليلة القدر، هيخلي المئذنة كده ايه لها يعني هلال كده. الراجل واقف هنا، اطلق شعاع بصر الاعلى، قاس في قمة الايه المئذنة، واطلق شعاع بصر الاسفل، قاس في انخفاض قاعدة المئذنة. طيب لقى هنا ايه؟ لقى هنا اهو ان الزاوية دي 14 و28 دقيقة، ولقى ان زاوية الانخفاض دي 42 درجة، وهو بيديله ده 10 متر، وبيقول لك انا عاوز ارتفاع المئذنة. ادي الرسم. دايما كده بترسم رسم توضيح وبعدين ترسمها رسم واضح بالقلم الرصاص والمسطرة. طيب انا اشتغل ازاي يا استاذ؟ اعرف ايه واعمل ايه؟ انا اعرف اجيب الزاوية دي ب 42. الاول تعالى الايه نحرف الاركان دي، ا ب ج د، دايما ا ب ج د. احنا نقدر نجيب دي ب 42 درجة، حلو، ونقدر نجمع دي الزاويتين دول، ونقدر نجيب دي واقدر اجيب طول الالف ج واقدر اجيب الزاوية دي ب 180
كل ده موجود، ويبقى عين على جيب الزاوية دي يساوي الضلع ده هو اللي أنا هجيبه من المثلث ده على جيب الزاوية اللي أنا هجيبها دي. طيب نجيب الزوايا الأول، يعني خلينا إيه نركز ونجيب الزوايا. هقول له أول حاجة في الحل أن قياس الزاوية أ ج ب هيساوي 42 درجة. الكلام ده بالتبادل، كلام كويس. هروح أقول له طيب أ ج ده وتر يساوي مقابل في جيب الزاوية، أو جيب الزاوية 42 درجة يساوي المقابل اللي هو 10 على الوتر اللي هو أ ج. يبقى منه أ ج هيساوي 10 على جاء 42. من هنا نقدر نحسب بالآلة الحاسبة بتاعتنا الألف ج يساوي كام؟ ادي الآلة اهيت، وهقول له ادي كسر، ادي 10 حط لي عليها ساين 42 على ساين 4 2، اقفل القوس قول له يساوي. طلع الألف ج بيساوي 14 متر و 94 من 100 للمتر اهو متر. يبقى انا كده جبت الألف ج ب 14. حلو. نروح نقول له طيب انا هجيب لك الزاويه دي عشان اجيب دي منين؟ 90، لان المأذنه عموديه على الارض. يبقى قياس الزاويه أ ج د هيساوي 90 ناقص 42 يطلع بيساوي ادي 48 درجه. طلعت دي ب 48. كلام جميل. اروح اجيب له دي، يبقى قياس الزاويه أ د ج هيساوي 180 مجموع زي المثلث ناقص دي زائد دي اللي هي 48 دولت اللي هم 42 و28 اجمعهم بعينك يبقى دي 56 28 يبقى 28 دقيقة 56 درجة يساوي كام؟ ادي الآلة ادي 180 ناقص حط كسر قوس و4 48 زائد ادي 5 6 فواصل 2 8 فواصل اقفل القوس حضرتك قول له يساوي كام؟ طلع قياس الزاوية دهيت يساوي قياس الزاوية أ د ج يساوي 75 درجة و32 دقيقة. كلام جميل. ده مين؟ أ د ج اللي هي دي. قال لي خلاص ده على ده، يبقى بعد كده هنقول له أ ج اللي احنا جبناه في المرحلة الأولى اللي هو 14.94% على جيب الزاوية اللي احنا لسه جايبينها اللي هي 75 و32 دقيقة بيساوي احنا قلنا ده على ده يساوي عين الارتفاع اللي مجهول على جيب الزاوية دي على جاه 56 و28 دقيقة. يعني اللي بيحط المسائل بيحط كسور والمسألة طويلة يعني مش عارف. المهم كده كده الآلة موجودة خلاص. العين هيساوي تضرب ال 14 و94 في حاصل ضرب دي اللي هي جاه 56 28 دقيقة على جاه 75 درجة و32 دقيقة. احسبها يطلع لك ارتفاع الايه المئذنة بالآلة الحاسبة. طيب نشوف باقي ايه عندنا. رقم 10 بيقول لي فيه عاوز ظا ألف ناقص باء. يبقى هنا ايه قوانين ضعف وايه وفرق. طيب هنحل ازاي؟ نقول له دلوقتي انا عاوز ظا ألف ناقص باء، يبقى يلزمني ظا ألف وظا باء. ما عنديش، انا عندي زتا. يعني كل المعطيات بيقول لي جاء ألف بتساوي 4 على 5 زتا باء بتساوي 5 على 12. ارسم المثلثات على طول اهي. ادي المثلث ده اسهل طريق. ادي ألف زاوية ألف باء ج مقابل على وتر، يعني دي 4 ودي 5. ألف باء بفيثاغورس هيساوي جذر 25 ناقص 16 هيطلع لك 3، يبقى دي 3.
اللي منها تقدر تجيب جا وجتا وكل حاجة. طب نيجي لزتا، هنرسم برضو ادي باء، ادي باء الف وادي جيم، مثلث تاني خالص. الزتا مجاور على مقابل، يعني هنا 5 على 12. فيثاغورس بقى يجيب باء جيم، يبقى باء جيم بيساوي الجذر التربيعي 144 ناقص 25 يعني 169، يبقى باء جيم بيساوي 13، يبقى ده ب 13. خلاص سبت المثلثات على جنب، يلا نشتغل بقى. هو عاوز ايه؟ عاوز ظا الف ناقص باء. القانون بيقول ايه؟ ظا الف ناقص ظا باء على 1 ناقص حاصل ضرب الظا في الظا. طيب بيساوي ظا الف، ادي الف اهي، والف في الربع مين؟ الاول، يعني كل النسب موجبه، يبقى 4 على 3 ناقص ظا باء، روح للباء مقابل على، بس خلي بالك دي في الربع مين؟ التالت، باي و3 باي على 2 يبقى في التالت، كل جبار ظا يعني موجبه برضه. خلاص يبقى 12 على 5 على 1 ناقص 1 زائد، اسف 1 زائد القانون زائد ظا الف، يبقى 4 على 3 ضرب 12 على 5 بالآلة الحاسبة واحسب. خلاص مفيش مشكلة. نيجي اللي بعدها جاء 2 باء، بعدها ايه؟ بعدها 2 جا باء جتا باء، ده القانون، يبقى بيساوي 2 في جا باء، باء اهي الجيب بكام؟ ب 12 مقابل على وتر، بس سالبة لأنها في الربع الثالث ما تنساش. جتا باء، جتا باء مجاور على وتر يعني 5 على 13، وبرضه سالبة لأنها في الربع الثالث، الجتا سالبة. الوحيدة اللي موجبة في الربع الثالث اللي هي الظا. ما تنساش قاعدة الإشارات كل جميلة ظريفة جاتها جوازة، كل جبار ظالم جاته داهية. تمام. احسب بالآلة الحاسبة هيطلع لك جاء 2 باء، مفيش مشكلة فيه. طيب نشوف ايه اللي داينا برضه بين المسائل اللي ورد. اخيرا وصلنا للايه؟ للحاج هيرون. انا مش حاج ولا حاجه، ده هو كافر. هيرون بيقول الف باء جيم د شكل رباعي اطوال اضلاعه. هيرون انا بقول كافر. اتضح ان كل العلوم اللي خدوها هيرون ومش عارف ايه خدوها من العرب، فكانت حضارتنا اكبر من حضارتهم بس نسبوها ليهم. المهم ما علينا، احنا عايزين ايه؟ مساحة الشكل. الشكل اللي قدامي مثلثين، مثلث ومثلث. طب هل اضلاع المثلث الاولاني معروفة؟ فيه 2 وتالت مجهول، والتاني برضه فيه 2 والتالت مجهول. المثلث قائم. فيثاغورس هيحل المشكلة. اخينا فيثاغورس بيقول ان مربع الوتر يساوي مجموع مربع الضلعين الاخرين. يعني انا هقول له ان باء د هيساوي الجذر التربيعي لمربع ال40 زائد مربع ال9، يساوي كام؟ محتاجين ان احنا نحسبهم. ادي الجذر التربيعي، ادي 40 تربيع زائد 9 تربيع، يساوي كام حضرتك؟ طلع 41. يبقى احنا عندنا طول الضلع ده هو 41. حلو. يبقى انا هقول له المحيط الاولاني، نص المحيط الاولاني هيساوي كام؟ 28 زائد 15 زائد 41 وتقسمها على 2 يطلع لك المحيط الاولاني، نص المحيط الاولاني. طب نص المحيط الثاني بتاع المثلث الثاني يساوي ال 41 زائد ال 40 زائد ال 9 وتقسمهم على 2. دول يساوي كام ودول يساوي كام؟ تعالى نحسبها. ادي 28 زائد 15 زائد 4 1. الناس بقى الشاطرة هتروح قافلة الفيديو وحاسبة بنفسها، لأن الكلام ده هو كلام بسيط تافه ما فيهوش أي فكرة. طيب أستاذ، آدي 41 زائد 40 زائد 9 واقسم على 2، شغل أولى ابتدائي، طلع 45. تمام. أنا عايز مساحة الشكل، يبقى أنا أقول له الأول هجيب مساحة المثلث ألف باء د هيساوي، احنا حسبنا ده محيطه ح 1 وده محيطه ح 2 عشان ما ننساش.
يبقى يساوي الجذر التربيعي 42 في 42 ناقص الضلع الاولاني 15. مين الاول ما تفرقش، 42 ناقص 28 في 42 ناقص 41. ومنه هنحسب مساحة المثلث أ ب د. مساحة المثلث د ج ب، د ج ب تساوي ايه؟ الجذر التربيعي نص محيطه 45، يبقى 45 ناقص 41، 45 ناقص 40، 45 ناقص 9. اللي منه هحسب مساحة المثلث التاني. يبقى مساحة الشكل الرباعي اللي هو عاوزه بتساوي مساحة المثلث أ ب د زائد مساحة المثلث د ج ب. طيب ده بكام وده بكام؟ تعال نحسبها. ادي جذر تربيعي، ادي 4 2 ضرب 42 4 2 ناقص 15 اقفل القوس ضرب 42 ناقص 28 4 2 ناقص 28 في القوس. 42 ناقص 41 دي بواحد، مفيش داعي ان انا اكتبها، يبقى بيساوي ده طلع 126. طيب روح وغير ال 42 ديت للجذر التربيعي وقول له 45 ضرب 45 ناقص 41 دي 4، مفيش داعي ان انا اكتب القوس يعني. 45 ناقص 40 يبقى دي 5 ضرب 5، يعني في حاجات سهله كده بعينك. 45 ناقص 9 لا عايزه قوس اكتبها. ادي 45 ناقص 9 اقفل القوس قول له يساوي. طلعت 180. يبقى مساحة الشكل 126 زائد 180 تساوي ادي 6 ادي 0 3، يبقى 306. هو مميزها بالسنتي، يبقى دي سنتيمتر مربع. وادي مساحة الشكل اللي قدامي باستخدام قاعدة هيرو. بكده يبقى أنا وفيت مراجعة شهر إبريل بمسائل موضوعية ومسائل بقالية. دي معظم المسائل اللي ترد لك في الامتحان. لاحظ ذكاء اللي بيحط الامتحان، المسائل اللي فيها ذكاء ركز عليها. في مسائل كلها خطوات طويلة، اوعى تفكر ان الخطوات الطويلة دي صعوبة مسألة، بالعكس. المسألة اللي بيبقى فيها خطوات طويلة أنا بسميها طويلة وخايبة، طويلة وهايفة. زي الواحد الطويل خالص ده اللي بيبقى هايف، او الواحده الطويله اللي تبقى هايفه يعني. فاللي مع احترامي للكل يعني. فالكلام ده هو المسائل الطويله ما تعنيش صعوبه في الرياضيات، ولكن تعني تركيز بس وانا بحل، تعني تركيز في الخطوات واوصل للناتج بصوره سهله. ارجو ان تكون المراجعه فادتكم، والله ولي التوفيق، والى اللقاء اخر في مراجعه الهندسه التطبيقيه.